عايز اشكر عزيز الشافعي ونادر نور المغنيين. طبعا كانوا فكره اغنيه الشيكابالا دي كانت قبل المباراه، وطبعا مشجعي نادي الزمالك، وايضا اللي اخرج الكليب ده حازم محيي برضو من محبي نادي الزمالك. عايزين نقفل موضوع شيكابالا. انت كنت عايز تقول لي عن حياته في الكواليس، بتقول لي يعني اتفقنا ان هو والناس عارفه كلها الظروف، الناس قريبه منه عارفه ظروف شيكابالا. تمام. شيكابالا من اللعيبه الطيبه جدا، من الشخصيات الطيبه جدا. لما تقعد معاه بيكسف يتكلم معاك، وراجل يعني طيب جدا. فهو المفروض مر بظروف، والده توفى، ووالدته كانت هي المفروض ان بتربيه كده، واخوه الكبير. فاكر اخوه الكبير كان اسمه شيكابالا، كان لعيب كوره كويس جدا في اسوان. فوالدته توفت طبعا كان مرض، كان من سنتين ثلاثه اعتقد في رمسيس، في مستشفى في رمسيس. فطبعا ما ينفعش ان انت على طول شتيمه بالام، شتيمه بامه. كل واحد امه عايز عليه، حتى لو عايشه او متوفيه يعني. فطبعا لازم الناس يبقى عندهم نوع من انواع الرحمه في التعامل حتى مع بعضينا. ما ينفعش ان انت تضغط على بني ادم عشان خاطر اللعبه ولا عشان خاطر الكوره. يعني حط نفسك في مكانه يعني. طيب، على العموم قبل ما نتكلم على موضوع اعتزال الدولي لشيكابالا، وضم كابتن حسن شحاته لشيكابالا النهارده في منتخب مصر، معايا على التليفون المدير الفني المميز جدا كابتن حسام حسن. ازيك كابتن حسام؟ ازيك خالد؟ كل سنه وانت طيب. وانت والصحه والسلامه يا كابتن. الله يخليك. انا طبعا سامع البرنامج، وانا اتكلم على جزئيتين انت كنت بتتكلم فيهم. اتفضل يا كابتن. بالنسبه يعني الشغل الفني اللي كان موجود في الماتش والطريقه والكلام ده، انا عايز اقول لك حاجه. احنا بس عشان في ناس بتتكلم في موضوع علي صوتك يا كابتن، معلش شويه، معلش اتفضل. الناس كنت بتتكلم ان انت من ضمن برضه اللي علقت برضه خالد ان الطريقه او الطريقه هي طريقه خالد. في 3 مهاجمين قدام، في لاعب حجم شيكابالا، وفي حسين ياسر ما جاش، في حازم اللي هو ممكن جمهور الزمالك كله كان بيتمنى يكون موجود، لان هو عامل عليه ضغط كبير على الخصم. عنده سرعه وعنده مهاره. كل الكلام ده زائد محمد ابراهيم ان هو نفس الشيء، السرعه ومهاره. وفي نفس الوقت جعفر كان حالته الفنيه قبل الماتش، في الماتش وادي دجله زي ما انت كان ما كانش موفق معايا، وغيرته على ما اعتقد. وجعفر نزل الشوط الثاني. لما لعبنا الشوط الاولاني بالثلاثه دولت كان في خطوره وكان في تسيد لنادي الزمالك. تمام. الشوط الثاني لما جعفر نزل، بالعكس انتوا قلتوا ان انتوا بتقولوا ان النادي الاهلي مسك كوره شويه وتفوق، فمعنى كده ان البدايه كانت احسن. تمام. ولكن انا عايز اقول حاجه. هي الناس، في ناس زعلانه ان احنا حافظنا على انا طبعا بلعب للفوز وما عنديش غير الفوز. وبفضل الله لعبت مع النادي الاهلي في الدوري 3 مرات، ده الثالثه وما خسرناش الحمد لله، بغض النظر عن ماتش الكاس. لكن في الدوري النادي الاهلي بيكسب الزمالك بقى له 5-6 سنين في الدوري، الدور الاول والدور الثاني. اللي كان يهمني في تغيير حصل ولا لا، يعني في تغيير في الاداء والنادي الزمالك متصدر البطوله. زائد ان انا ما شفتش لو في لعيب في النادي الاهلي ناقص، كنا زماننا دلوقتي عاملين كلنا نبقى محاملين محزنه، فلان غايب، فلان متعور. لكن ولا لعيب اللي حاجه، وانا بعيدها تاني قلت في برامج وبعد الماتش اني انا سعيد جدا ان النادي الاهلي كان بيلعب فول تيم. او مش النادي الاهلي، منتخب مصر كان بيلعب فول تيم قدامنا، قدام محمد ابراهيم، قدام عمر، قدام ادهم اول مره يلعب، قدام ابراهيم صلاح لسه ما لعبش ماتشين دوليين، قدام كل وتوفيق وابراهيم صلاح، ما فيش غير عبد الشافي حتى اللي بيلعب ماتش دولي لسه على فتح الله. فتح الله. كل الكلام ده اسمه عبد الواحد لحد دلوقتي ما لعبش ماتش رسمي. كل الكلام ده احنا كنا بنلعب منتخب مصر. وفي نفس الوقت انا شايف احنا في ناس زعلانه ان احنا طلعنا بالنتيجه دي ومتصدرين الفارق اللي اتعمل. انا خالد وبقول لك حتى انت يعني من ضمن الناس، انا راضي جدا على الاداء والتشكيل، ولكن والحمد لله على النتيجه. لكن كنت اتمنى 3 نقط. وفي نفس الوقت لما انا دلوقتي اقيس فرقتي دلوقتي وانا ناقص عناصر مهمه جدا زي عمرو زكي، زي حسين ياسر، زي علاء علي، زي اللعيب اللي هيجينا ان شاء الله، زي عديه، زي المجموعه دي، خلينا اللي هم اللي موجودين في القائمه، بلاش نتكلم على مش موجودين في القائمه. لما انا اقيس نفسي مع قدام الخصم بتاع المنافس النادي الاهلي ان هو بيلعب بتشكيلته المكتمله وانا ناقص، هو عشان نكون منصفين يا كابتن حسام، هو كان ناقص ايضا احمد حسن متعور، يعني عشان نكون منصفين. اتفضل يا كابتن. احمد حسن متعور،
تمام. احمد حسن كان احمد حسن لعيب مهم جدا، خلي بالك. تمام، انا قصدي يعني عمرو زكي، حسين ياسر، علاء علي، وفي الناحيه الثانيه كان احمد حسن. اتفضل يا كابتن. تمام. غير بقى طبعا فضل وكده، يعني بقول على الاساسيين يعني. اتفضل يا كابتن. هو طبعا زي ما انا هجيب لك بقى ناس ثانيه خالص، وكان هاني لو سليم كان لعب، كانوا مجموعه كتيره يعني. قصدي هاني بعض اللعيبه اللي موجوده ما مش هقول برضه. تمام، اتفضل يا كابتن. انا بتكلم اللعيبه المصريين يا شباب، لكن انا بتكلم على ايه؟ انا شايف ان جمهور الزمالك بتضيع فرحته، احنا متصدرين البطوله. اقول ايه؟ مستقبل نادي الزمالك طلع بما تصدر البطوله قدام منتخب مصر، بس هو ده ملخصها. لكن معنى كده ان الدور الثاني بالاضافات بالاصابات اللي ان شاء الله تروح يعني مع كابتن هقول لحضرتك حاجه يمكن كابتن ابراهيم قالها. كابتن ابراهيم قال وانا برضو مقتنع بكلامه، يعني قال انتوا متصدرين بفارق 6 نقاط، انتوا الافضل نوعا ما في الدوري، والاهلي ما زال منافس، وما الاهلي تعادل، كان نوع من عوده النادي الاهلي مره اخرى. السنه اللي فاتت كابتن ابراهيم بيقول انتوا كنتوا ال 13 والاهلي كان البطل، وما الزمالك اتعادل مع البطل، يعني ما حدش قال نفس الكلام. مظبوط. يعني انتوا كنتوا 13 السنه اللي فاتت يعني. وعلى فكره كل الفرحه اللي موجوده بالتعادل معانا، انا بقول لك يا خالد ده نجاح، ده من ضمن النجاحات اللي حصلت لنادي الزمالك والجماهير الزمالك. المفروض تنام فرحانه ان الخصم اللي هو يضم منتخب مصر سعداء بالتعادل، والناس بتهيأ لها ان هم كانوا في الشوط الثاني انا محسسين ان الكور كانت مثلا ايه بتطلع مع خط الجون، الكور في العارضه عبد الواحد عمال يجيبها من الشبكه. انا ما شفتش حاجه يا جماعه، ده انا ماتش الزمالك والاهلي بيمشي كده طبيعه الحال. هتلاقي في ناس قالت لو الماتش قعد مش 90 دقيقه، 3 ساعات، ولا الزمالك هيجيب جون ولا الاهلي هيجيب جون. لا والله هقول لك حاجه، كان ممكن لو عدى 10 دقائق الحكم طرد حسام غالي، كان ممكن النتيجه تختلف. وزي ما بقول لك لو معايا احتياطي او قوه هجوميه بره معايا متمثله في حسين ياسر على الاقل او في عمرو زكي، انا كنت ممكن النتيجه تختلف تماما. كابتن حسام، دلوقتي عشان الوقت عايز اقول لحضرتك حاجه. انت عارف احنا ما عندناش 4-5 ساعات كده عندي وقت محدد. عايز اقول لحضرتك حاجه. دلوقتي شيكابالا اعتزل دولي، والكابتن حسن شحاته النهارده اعلن اسماء وضمه لمنتخب مصر. اعتقد كابتن حسن شحاته بيحط يعني ايه زي ايه الكوره في ملعب شيكابالا. انت اعتزلت دولي وانا ضميتك، فهل شيكابالا هينضم ولا اعتزل دولي وده قرار نهائي؟ وهل لو لم يعني انا اعتقد لو ما راحش المنتخب هتكون في حمله وقومه على شيكابالا كبيره جدا. اتفضل يا كابتن حسام. بص يا خالد، شيكابالا قبل ادوا له حقه واحترموه. احترموا شيكابالا بقيمته، الموهبه ربنا اعطى لمصر لاعب متهيألي قليل ان هو جه في الكره المصريه بكل المواهب اللي فاتت بما فيهم كل ان احنا من ضمن الناس اللي كانت بتلعب كره. انا بقول لك شيكابالا حاله خاصه ربنا انعم بيها على مصر. شيكابالا ما تقوليش دلوقتي ان هو يلعب منتخب هو بالحاله دي. مش شتيمه جمهور بس، شتيمه جمهور وقيمته اللي لازم تتعامل بيها. انا كابتن حسن شحاته قعدت معاه والجهاز، انا راجل بحترمه جدا، ولكن قيمه شيكابالا لم تقدر ولم تقيم لحد دلوقتي. انا بقول ان اللي خلى وصل لشيكابالا كده زائد الشتيمه، زائد العنصريه اللي موجوده، زائد الظروف اللي اتقابل بيها في ال3 كاس اللي فاتوا او ال2 كاس اللي فاتوا، متهيألي يدوا له الحق ان هو يفكر في اللي هو فكر فيه. رغم ان انا اتمنى ان هو يلعب منتخب مصر، وقعدت معاه قلت له قبل ما ده انت اكتر واحد، انت وكابتن ابراهيم كنتوا بتعيطوا لو ما رحتوش منتخب مصر. ما بنتكلمش عن كلام مختلف يا خالد، انا بتكلم ان شيكابالا لو لقى معامله وتقدير فني كانت شيكابالا هتلاقيه اول واحد. وانا قلت له على فكره قبل الماتش باسبوعين قلت له يا شيكابالا ان شاء الله لما تكون ليك منتخب روح والتزم واسمع الكلام وظبط نفسك. هو يا كابتن بصراحه كان زعلان يعني لما راح بطوله افريقيا لعب ربع ساعه او ثلث ساعه
وما لعبش طول الماتشات افريقيا. يعني شيكابالا حد يقول لي هو عمل ايه؟ اقول له شيكابالا واخد كاس مع مصر، يعني يعتبر واخد كاس بس ما كانش مؤثر في الملعب. هو متضايق من ان هو بيروح ملوش قيمه يعني؟ طبعا وقيمته اللي هي موجوده، والراجل من احسن لعيب في مصر حاليا. ان هو بيلاقي نفسه في اكثر من ماتشات وتجمعات ما بيلعبش، فدي اثرت معاه، ومع ذلك لم يعترض ولم يخطأ في حق الجهاز الفني. ولو اخطأ في حق الجهاز الفني المنتخب انا اللي كنت هعاقبه. لكن هو كان ملتزم، لكن شايل في نفسه ان هو مخلوق، ان هو لم يتعامل بمقدار الاداء اللي نفسه يديه لمنتخب مصر. اقول لك حاجه يا كابتن، امبارح شفت كان ليك مداخله مع كابتن مصطفى يونس. انا عارف ان هو هيزعل مني، بس انا عايز اقولها، يعني انا حسيت وانا بتفرج كده ان انا عايز اقولها. هو قال لك هو قاعد شيكابالا لازم تعرف ان فانيله وقيمه منتخب مصر كبيره جدا وشرف اي واحد. كابتن مصطفى يونس من 3 ايام اعتذر عن تدريب منتخب مصر عشان خاطر الاعلام. يعني انا ما حدش يزعل مني، بس انا بقول يعني يا كابتن مصطفى، انت بتقول لشيكابالا انت قيمه منتخب مصر وفانيله منتخب مصر كبيره، انت اعتذرت قبل 3 شهور من بطوله افريقيا للمنتخب مصر للشباب اللي هو امل مصر، عشان هتعمل برنامج يومي او هنا القاهره واتفر عشان الماده وعشان الفلوس واتفر. يعني انا بقى اللي بلاقي يعني ازاي انا بطالب بلاعب ان القيمه كبيره جدا لمنتخب مصر، وفي نفس الوقت انا بعتذر عن تدريب منتخب مصر. انت بتعلق عليها خالد من وجهه صح، يعني انت ليك وجهه نظر مظبوطه، لكن انا بتكلم، انا كنت اتمنى من الكابتن حسن، عشان اكمل لك السؤال بتاعك، كنت اتمنى من الكابتن حسن شحاته انه يقعد معاه يحتضن قبل ما يعلن الاسامي، مش بعد ما قبل ما شيكابالا يوصل للحاله دي. لكن انا مش بعد، انا مش فاهمها بصراحه ان شيكابالا بعد ما قدم ورقه اعتزال ابعت له وهو عارف ان هو الراجل وان هو مقدم ورقه وعايز يقدم اعتزال. طب انا كنت اقول ايه؟ انا كنت جايب شيكابالا عندي في المجموعه اللي هتيجي، ولكن انا اقعد معاه قبله من غير ما اعلن اسمه، فبالتالي كان الموضوع واضح. لكن انا دلوقتي الراجل بضغطه اكتر، ان انا بغلطه اكتر. لا هو مش بيغلط، لان هو باعت ورقه من قبل الاسامي ما تنزل. لكن الكابتن حسن شحاته بتمنى له التوفيق في المجموعه اللي موجوده، بغض النظر شيكابالا موجود او مش موجود. لكن شيكابالا مش معنى ان هو اعتزل دولي ان هو قطع علاقته يا خالد بالمنتخب، بالعكس. لما الامور تهدى والراجل يهدى كده، يكون ان شاء الله في اي وقت هيبقى. كابتن اسالك سؤال محرج قبل ما اقفل معاك. هل بتحلم في يوم من الايام بتدريب منتخب مصر؟ انا بحلم. بص، عشان الموضوع محرج زي ما انت قلت، منتخب مصر شرف لاي بني ادم اتولد وعاش في البلد دي. فما بالك انا لعبت منتخب، اكتر بني ادم لعبت في منتخب مصر الحمد لله في الفتره اللي فاتت. لكن انا بتكلم على ايه؟ انا نفسي واتمنى ان انا اعيش مع نادي الزمالك لاقصى درجه تتخيلها خالد. والمنتخب لو الناس استعانت بيا بعد عمر طويل زي ما الكابتن حسن شحاته جه بعد الكابتن جوهري، اكيد السلعه هتيجي. لكن بيسلموا بعض عشان صالح البلد يعني. تمام. ما بعدش على نادي الزمالك خالص يا خالد، واتمنى من الله ان ربنا يوفقني واعمل حاجه لنادي الزمالك وجماهير الزمالك، ان انا ما اسيبش نادي الزمالك تحت اي ظروف، تحت اي منتخب. شكرا كابتن حسام حسن، بشكرك يا كابتن. شكرا كابتن حسام. نطلع فاصل اعلاني اخير ونعود مع الكابتن ابراهيم نستكمل حوارنا مهم جدا. مين كان افضل لاعب، كابتن حسام غالي كما اختارته الشركه الراعيه، ولا عبد الشافي زي ما الكابتن ابراهيم بيقول؟ يعني في كلام كتير نقوله قوي كتير مع كابتن ابراهيم حسن على بعض التصريحات، كمان اعتراضه على حكم المباراه النمساوي. هل هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ بعد الفاصل. ورجعنا مره اخرى مع الكابتن ابراهيم حسن. كابتن ابراهيم، انا يعني بتفرج على الماتش حسيت ان حسام غالي افضل واحد في ال 22. في احمد فتحي كان كويس، في عبد الشافي، في احمد غانم. الناس زعلانه منك، انت بتعترض تقول انت عبد الشافي افضل من حسام غالي، انت شايف ايه؟ ولا دي وجهه نظرك؟ انا وجهه نظري حصلت في الماتشات اللي فاتت السنين اللي فاتت ما بين الزمالك والاهلي، الماتشات على طول ان بياخدوا لعيب من هنا ولعيب من هنا. الشركه الراعيه يعني بتاخد واحد من هنا وواحد من هنا. مش معترض على حسام غالي، بالعكس. حسام غالي لعيب هايل، ولما بيبقى في فورمته ولسه ما يرجع مستواه هيبقى لعيب فايده للنادي الاهلي وفايده لمنتخب مصر. مش بعترض على المساهمه مين. انا بعترض ان الشركه الراعيه على طول في الماتشات دي بيجيبوا احسن لعيب في الفرقه دي من الفرقتين،
ده مثلا لعيب مميز في النادي الاهلي ولعيب مميز في نادي الزمالك. فانت اخترت حسام غالي. بس انت قلت ان الشركه عشان هي راعت على الاهلي. ما هو كده، ما هي طبيعي، معناها كده، معناها ان انت الشركه الراعيه خدت، قال لك لا فيها حته برضه تعصب شويه، قال لك خلينا ناخد واحد من الاهلي بس. مش هتفرق كتير، الموضوع مش مهم. اهم حاجه ان انا عندي كان في اكتر من لعيب مميز خصوصا في خط الظهر. وانا شايف ان احمد غانم وعبد الشافي وفتح الله والصفتي كانوا من اللعيبه الهايلين، وهو برضه عبد الواحد وكل المجموعه اللي موجوده، بس بتكلم اللي كانوا في حالتهم قوي. انما الباقي اللعيبه لو كانت في حالتها على الاقل 50%، يعني شيكابالا، محمد ابراهيم، حازم، جعفر، حسن مصطفى، ابراهيم صلاح، عمر جابر، عملوا اللي عليهم وتعبوا جدا في الماتش. بس كان لو فورمه عاليه. انما بميز بقول عبد الشافي او احمد غانم كانوا لعيب مميز. طب مين الناحيه الثانيه كنت شايفه من الناحيه الافضل؟ الثانيه ماشي حسام غالي. اقول لك ليه بقى؟ الناس بتقول حسام غالي، حسام غالي لعيب مميز وكل حاجه، بس ما كانش عليه ضغط في الماتش. انما لما تيجي تقارن ما بين عبد الشافي بيلعب عليه احمد فتحي مثلا، بيلعب عليه واحمد غانم الناحيه الثانيه بركات انما الناحيه الثانيه كان في 3 بيلعبوا على واحد بس، 3 بيلعبوا على محمد على العموم انت بس اعتراضك ان كان يبقى واحد من هنا واحد من هنا. طيب نروح للحكم. انت عندك اعتراض على الحكم. انا بصراحه في الماتش كله في بعض الحاجات الخفيفه ما تؤثرش على نتيجه المباراه، الا في الدقيقه 92 كان لابد من طرد حسام غالي بانذار ثاني، و92 مش مؤثره يعني لما يجي يطلع ب 92 وهو مدي 4 دقائق يعني فاضل دقيقتين يعني. فانت ليه معترض على ورميت كلام عن ان في يعني توأمه ما بين الاهلي ونادي نمساوي؟ لا انا ما قلتش. انا في ناس قالوا كده. انا عملت مسميات. الكابتن احمد طيب اللي قال كده. لا قال لك يمكن قصده كده. انا بص واضح، وصوتي واضح والناس سامعاني. لما بقول لله اعور بقول له اعور في عينيه. تمام. وانا لما اقول طب معترض على الحكم ليه طب يا كابتن؟ لما اقول للراجل توأمه والقصص دي هقولها، مش هتفرق، ما تخافش من حد. انما بقول ان الراجل دوت الماتش اعلى منه. واللي موجود ولاعيب الكوره اللي موجود ولا حتى الجمهور اللي موجود في الملعب يحس بيها. وانت في التلفزيون ممكن تتفرج على حاجه تعدي تبينها وممكن ما تبانش، انما انت في خلال المباراه وانت شايف في الملعب شايف مؤذي لينا، حكم مؤذي لينا. بس ما فيش حاجه مؤثره في النتيجه. لا في تكتيفه. انا بقول لك يعني ايه، يعني انت مثلا يعني ايه يعني الكوره ما اقول لك حاجه، الكوره لاعب يمسكها. الكوره بتاع حسام غالي الدخله، وفي اوروبا معروفه الراجل ده مش جاي من افريقيا مثلا، في اوروبا معروف الدخله بتاعت لما مسكوا بعض هو حسن مصطفى مسكه، حسن مسكه ماشي ولا ضرب ولا عم، مسكه اخطا. انما الدخله دي فيها طرد، ده فيها كارت احمر. عيدها وشوف ان كان احنا ما لعبناش كوره. لا دي الثانيه دي. شوف الاولانيه اللي كان الانذار الثاني، التاكلينج اللي رافع بكاتم في وش رجل فيها تهور شديد جدا. وفي دلوقتي حاجات بسيطه، يعني حاجات مؤثره بتكتف لك الفرقه بتاعتك خلال طول الماتش. يعني الكره بتاعت الاخيره الانذار الثاني بالنسبه لحسام غالي لعبد الشافي. طب ما بس في الدقيقه 92 والله لو في الدقيقه 900 انا اهم حاجه اديني حقي. ما النادي الاهلي اتعادل معايا السنه اللي فاتت 3-3 في الدقيقه 95. تمام. فهي اديني حقي. هي دي يا كابتن اهي، هي دي. بص التاكلينج فين؟ ده طرد مباشر، طرد مباشر. لو في حد طلع عنده ضمير يقول ده طرد مباشر. طيب هسألك سؤال اطلعك بقى على موضوع كابتن مجدي عبد الغني. كابتن مجدي عبد الغني انا شايف ان في نوع من الايه، مش عايز اسميه بس يعني انا ما بسميش حد طب في كلام كده يعني، في كلام على موضوع حسين ياسر، في كلام على موضوع عدم تأييد اللعيبه، هو مشرف على لجنه شؤون اللاعبين، في كلام على انه طلع قال ان مباراه وادي دجله وحسين ياسر لو قطر اشتكت هياخدوا ال3 نقاط وادي دجله. في قصه كده انت شايفها عامله ازاي؟ ينفع واحد مسؤول ما تتكلم يا مسؤول يا صحفي يا اعلامي، انما تبقى انت كل حاجه. انا بقى الشخص اللي عايز يبقى مسؤول وعايز يبقى اعلامي وعايز يصدر قوانين ويطلع على الهوا من غير ما ياخد تصريح حتى من رئيس الاتحاد المحترم الكابتن سمير زاهر. كابتن سمير زاهر ده رئيس اتحاد، تمام. فالمفروض هو اللي بيتكلم، هو اللي يدي توجيهات للناس بتوعه، هو اللي ده تطلع تتكلم ما تطلع ما تتكلمش. المكان بتاعك كل واحد هل انت مثلا انا ما بسميش، ما ينفعش ان انت تعمل لنفسك مكان ان انت تاخد ان انت مسؤول عن مثلا رئيس لجنه شؤون اللاعبين مثلا. مين رئيس لجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد؟ هل مش عارف اسمه ايه؟ لا اللي هو هل اتحاد الكوره اسمه وليد العطار. لا الرئيس، تمام. يعني مش حد تاني. تمام. بتطلع بتاخد قرارات، واحد بيطلع ياخد قرارات. تمام.
واحد بيطلع يقول هو المفروض المشرف ما يقولش، يعني هو الرئيس هو اللي يقول. مفيش مشرف. انا هسال سؤال، هات لي اللجنه قرار. العموميه رفضت، هات لي الجمعيه العموميه رفضت، بس اتحاد الكره ما صدقش عليه. الاتحاد اعضاء المجلس ما خدوش وعلى راسهم الكابتن سمير زاهر ما خدش قرار. تمام، بتطلع يا خالد بتعمل بلبله وتعمل تعصب. كابتن انت في مستشار انت قعدت معاه كان جاي عشان يتفاوض معاكم على موضوع دي الاول انك انت ما ينفعش ان تطلع حتى في موضوع جده واحد بيشتغل في الاعلام وموجود في اتحاد الكوره ياخد الورقه بسرعه قبل ما رئيس الاتحاد يعلن. يقول لك يطلع يقول القرار بسرعه عشان يبقى يعمل انفراد عشان القناه بتاعته ما ينفعش. طيب. ما ينفعش ان انت تهيج الدنيا وتقول الماتش المصري المفروض يعترضوا على الثلاث نقط عشان مش عارف يطلع مصري وادي دجله. في دلوقتي انتوا عليكم فلوس لايمن عبد العزيز وعم نصف وما ينفعش انت تقول لك انا هوقف التأييد. مين اللي يطلع يقول يوقف التأييد؟ مش في قرارات لازم تاخد في لجنه الاتحاد وفي لجان موجوده. مين رئيس اللجنه؟ واعتقد انتوا ليكوا فلوس كتيره في الاتحاد. ما دي نقطه انا جاي لك فيها. لما تفصل لما في قضيه تفصل نقول مثلا اللاعب خالد مثلا الغندور عليه فلوس خلاص الفصل فيه ان هو لازم يدفع فلوس والنادي ما دفعش، تمام؟ يبقى دي قصه ثانيه. انما لما يبقى النادي ليه فلوس في اتحاد الكوره وما حصلش فصل ولا في الحته الماديه على اي لعيب وتيجي بتتكلم وبتطلع وتصدر قرارات غلط، ده بيعمل تعصب، ده بتشد. المستشار قال لكم ايه؟ مستشار الشيخ قطر، مستشار الشيخ قطر، الشيخ خليفه اعتقد رئيس الاتحاد القطري، جه قال لكم ايه؟ الراجل جه قعد وقال لنا في واحد موجود عضو مجلس اداره، واحد موجود من الموجودين في المسؤول قال لك هو اللي قال ما تبعتوش وعلى مسؤوليتي انا وانا هخلص لكم الموضوع مع نادي الزمالك. قال كده. وجه الراجل بيحضر نفسه وجاي على مصر بعد ماتش اللي اتلغى ماتش الودي مع الكويت تقريبا. وقالوا له لا قال له برضه اقعد احنا خلاص قالوا له اقعد عشان خلاص الموضوع خلص والاخ المسؤول دوت هيخلص لنا الموضوع ما تسافرش. والازمه حصلت بسبب هذا المسؤول. طيب اخيرا بس عشان وقتنا يا كابتن قدامي دقيقتين، عوده مانويل جوزيه مره ثانيه للنادي الاهلي. كان في اعتقد حديث بينك وبين الكابتن شوبير. قبل مانويل جوزيه انا بطلب من الكابتن سمير زاهر اني يحط كل واحد متحدث رسمي وكل واحد يحط كل واحد في البرواز بتاعه. يعني في ناس محترمه جدا كتير من اعضاء مجلس اداره الاتحاد ما شاء الله، ناس كلهم على اعلى مستوى معظمهم، تمام؟ وفي ناس بتحب انها عايزه تعمل كل حاجه، عايزه تبقى هي واخده كل حاجه. على فكره كابتن مجدي عبد الغني في تصريح ليه قال كابتن ابراهيم حسن يعني قال كابتن ابراهيم حسن بيطلع يتكلم في كل حته. انا شايف ان ده دور ده خطا يعني. لا يعنيني كلامه. وانا لما اتكلم لما اتكلم مباشر عليه تمام؟ هو كل واحد بيحس بنفسه. اللي بيغلط واللي حاسس اللي على راسه بطحه بيحس بنفسه. تمام؟ انت راجل ما تاذيش اللي حواليك، عندك رئيس اتحاد وعندك يعني في مكان في اي مكان هنا في شغلك حتى بتبقى انت العوامل او المجموعه كلها كويسه، لازم يخش واحد يعمل مشاكل. طب يخش تعمل مشاكل. طب هقول لك حاجه، خليك ماشي في الصف. خلاص نقفل الموضوع ده وهروح. انا من غير مسميات عشان بس. طب يا كابتن هروح موضوع ثاني. كل واحد حاسس بنفسه. واحد بينتمي للنادي الاهلي، فكان لقيت مانشيت كده كاتب قال لك كابتن ابراهيم حسن يصرح في عدو كزيه خطا لانه هيبقى زي كابرال وتسوبل. فواحد اهلاوي قال لي هو مال كابتن ابراهيم بالنادي الاهلي؟ يعني هو ليه بيعلق على عوده جوزيه او مش عوده جوزيه؟ دي حاجه تخص النادي الاهلي، رايك؟ انا كلامي الحمد لله يعني كلامي بيبقى واضح في كل حته. لما كان في برنامج تقريبا كابتن احمد شوبير بيسالني من فتره بعد ماتش تقريبا وادي دجله ولا قبليه بيسالني في احتمال ان يرجع. قلت له والله في حته النجاح والفشل موجودين. زي هنري ميشيل لما رجع برضه، خد بالك هنري ميشيل لما رجع كان راح المغرب برضه درب المنتخب المغربي ولم ينجح. وراح قعد اكتر. بس هناك فرق بين هنري ومانويل. مانويل عمل بطولات كتيره جدا مع ما هو مانويل برضه جاي من السعوديه. لم ينجح. جاي بطوله؟ لا. وجاي من انجولا، جاي بالمربع الذهبي حتى. مفيش. يعني احنا بنتكلم في نقطه معينه. انا بقول حته الفجاح بس ما اقدرش احكم عليها. ما هو ممكن مانويل جوزيه ينجح. انا ما بحكم، انا حكمت. ده انا بقول انت بتدي امثله. بقول في اللي في اي حاجه في حته النجاح والفشل واردين. تمام. في كابرال وكان تسوبل ما كانوا ناجحين مع. بس مانويل جوزيه النجاح اللي عمله كان رهيب.
ما هو ما هو كان معاه لعيبه طبعا رهيبه. وارد العوامل كلها اتغيرت. اولا بقى في منافسه، انت فاهم، بقى في اكتر من فرقه، في منافسين، والدنيا اتغيرت واللعيبه اتغيرت والحياه اتغيرت. يعني عوده مانويل جوزيه ما تقلقش نادي الزمالك؟ بالعكس، ما تقلقكش انت؟ اولا الموضوع ما يهمنيش يرجع ولا ما يرجعش، لان كل يوم بيبقى الواحد بيسمع حاجه، سواء رجع او ما رجعش ما تفرقش معايا. انا بتكلم في الجزئيه عشان الناس زي ما انت بتقول بتعلق. مانويل جوزيه لما يجي خير وبركه، بالعكس يمكن عامل يبقى حاجه كويسه لينا ان يجي ويبقى فيه منافسه جميله. ولما تيجي بقى ترجع لما تيجي على ارض الواقع بقى الامور اتغيرت، تبتدي الحياه تتغير زي ما اتغيرت مع زي ما اقول لك مع بعض المدربين. مش لازما مش وارد، ووارد ان النجاح ليه بالظبط. وانا بقى على فكره من المدربين مدرب محترم جدا وامكانياته عاليه جدا وشخصيته بتعجبني وحسام برضه من الناس اللي معجب بيه. بس انا بقول وارد النجاح وارد الفشل، كل شيء وارد في كل حته في الدنيا. وحلو جدا ان للكره المصريه وللدوري ان يبقى فيه على المستوى مدربين على اعلى مستوى، على مدربين عاليين، على مستوى اللعيبه عاليين، على مستوى الاعلام ان شاء الله. اتمنى ان يطول الناس كلهم برضو، يعني في ناس محترمين كتير جدا وفي ناس عايزه تعمل مشاكل. امين عوديه، احمد سمير، المعتصم سالم، الموضوع مقفول لغايه دلوقتي بسبب الفلوس. المهندس نصر حسن قال لك لا، الموضوع اتقفل بالنسبه لنادي الزمالك حتى الان بسبب الفلوس. هل هناك لاعب اخر ممكن يتم ضمه في نص الملعب؟ في وارد ان في لاعيبه تيجي. في عوديه خلص، في احمد سمير خلص. في بالنسبه برضه عشان الناس تبقى الامور واضحه، احنا معتصم متمسكين ان هو يجي. الحته الماليه دي في مجلس الاداره، في ايد مجلس الاداره يخلصها. احنا كجهاز مقتنعين ان معتصم موجود ومعتصم حابب موجود في نادي الزمالك ويبقى اضافه. امين عوديه اضافه قويه ان شاء الله، عن 23 سنه وراجل لعب قدام ناس شافته، كله لعب في بطوله كل ده هيفرق معاكم في البطوله الافريقيه اعتقد. يفرق في الدوري، يفرق في لان عوديه عنده خبره في البطولات الافريقيه، احمد سمير عنده خبرات في البطولات الافريقيه، في لعيبه يعني ولسه احتمال ان شاء الله، ومعتصم كمان عنده خبره. ان شاء الله لو ضمه يعني. اتمنى المعتصم يخلص، اتمنى ان مجلس الاداره باذن الله يحسم لنا الموضوع ده برضه عشان الناس جمهور الزمالك يبقى واضح. احنا اخترنا المفروض معتصم. في لعيب تاني انتم مختارينه في الطريق ولا خلاص دول؟ في بنتكلم احتمال يبقى في حارس مرمى، واحتمال ممكن يبقى في بدائل، ممكن يبقى في حارس مرمى هيبقى موجود. في ابراهيم فرج، في المهدي سليمان، في اسامي، وفي ابراهيم فرج اتقفل، وفي تحت السن، وفي ممكن تجيب لعيب في مركز ثاني تستفاد منه. تمام. عايز اقول لك حاجه بالاخر، اتفضل يا كابتن، عشان كلمه اخيره بقى، لان انا ما قريتش الجرايد اللي بس لقيت الناس بتعلق كتير موضوع شيكابالا. انا يعني الناس تبقى واضحه، الكابتن سمير زاهر راجل فيه من الخبره الكافيه جدا، والحنكه ان هو يعرف الامور اللي هي الناس اللي بتحب تولع وتولع. انا بقول له راجل ما شاء الله ذكي جدا وعارف. هل انت شفت في التلفزيون وانت بتتفرج الاخ شيكابالا بيعمل حاجه؟ هل في تقرير؟ هل في حكم؟ هل في مراقب؟ فبناء على كده بنتكلم بس عشان الناس اللي هي بتحب الشر، بتحب ان يبقى في مشاكل، وتحب انها تخلص على لعيبه. المفروض ان شيكابالا ان شاء الله، اتمنى برضه. انا كنت عايز كابتن لو تم ايقاف شيكابالا، ايه اللي يكون موقفك انت والجهاز الفني؟ ما اعتقدش لو تم، ما اعتقدش ان الموضوع هيبقى، اكيد الموضوع هيبقى صعب، لانه على الموضوع على صوره على الانترنت. انا عارف ان كابتن سمير زاهر راجل جميل جدا، وعارف ان كل المهاترات والناس اللي عماله تولع دي، كل الكلام ده هو ليه حكمه، وان شاء الله الموضوع هيبقى فيه يتاخد باحترام. تقول ايه لجمهور الزمالك في الاخر كده؟ اقول لجمهور الزمالك ان الماتش خلص، احنا الاول. بكرر تاني، نادي الزمالك الاول، وفرق بينه وبين اللي تحتينا 6 نقط، او وفي منافسين اكتر من منافس بالنقط ازيد من كده. الدور الثاني انت عندك النقطه اللي كنت عايز اضيفها لحسام على كلام حسام. المجموعه اللي كانت بتلعب الماتش دوت، اللي هو الخبرات الماتشات اللي سواء مع الاهلي او خبرات الدوليه او خبرات البطوله، هتتغير تماما في الدور الثاني لما تبقى الخضه ما يجي محمد ابراهيم مخلوق او كذا، اما يجي ينزل الماتش الجاي. بس برضه في الاهلي هيجيب عماد متعب، هيجيب لاعب افريقي حلو، هيكون اضافه. انت جبت عوديه، جبت احمد سمير. احنا الحمد لله عامل السن وعامل الزمن الحمد لله في صالحنا، ومجموعه اللعيبه اللي موجوده هتزيد خبره. يعني محمد ابراهيم ده لما يجي ينزل ماتش ثاني مع الماتش الدور الثاني مع الاهلي، هتلاقي حاجه ثانيه خالص، هتلاقي حازم حاجه ثانيه خالص، هتلاقي الاضافات اللي موجوده حاجه ثانيه. بقول له بكرر جمهور الزمالك، احنا الاول. تمام، احنا الاول. حتى الان لينا 6 نقط لحد دلوقتي، ويبقى 16 مباراه، ومش هنقعد على كده عشان برضو رساله لجمهور الزمالك. احنا عندنا وحسام مش هنكتفي ان شاء الله. الدور الثاني هنؤكد باذن الله ان نادي الزمالك جدير بالبطوله،
وهنحافظ عليها ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كابتن ابراهيم، اشكرك كابتن ابراهيم. شكرا كابتن. الناس مش شايفه غير الاهلي والزمالك، مع ان في المركز الثاني في الاسماعيلي وفي امبي، الناس بتنافس في 4 فرق وفي 5 فرق الشرطه من تحت. الدور الثاني شكل مختلف، انضمام مانويل جوزيه لكتيبه المدربين المميزين في الدوري المصري، لاعبين مميزين، دوري يكون رائع كلنا نستمتع بيه ان شاء الله. في الدور الثاني في توقف ودوره حوض النيل. في نهايه الحلقه بشكر كابتن ابراهيم حسن على تواجده معايا، وبشكر فريق العمل النهارده وائل همام، وطبعا صلاح يحيى وحسام علي في الاعداد، وايمن سالم وعماد علي في الانتاج، ودائما واخيرا اسامه خليل رئيس التحرير. الى اللقاء وحلقه جديده من رياضه اليوم بكره باذن الله.